هنكمل كلام برضو عن verb to be، بس المرة دي هنتكلم عن النيجاتيف يعني النفي بتاعه. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإثبات، يعني مثلا I am a teacher، أنا مدرس. طب لو عايز أقول إن أنا مش مدرس أقولها إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. present simple verb to be عبارة عن subject plus verb to be plus not. طيب نفس الفكرة برضو زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت قلنا مثلا I am، المرة دي بس هنضيف كلمة not بعدها، ف I am not، you are not، he is not، وهكذا. طيب تعالوا نشوف أمثلة مع بعض. أول حاجة I am not a student، you are not a teacher، أنت مش مدرس، أنا المدرس. he is not a woman، يعني هو مش امرأة، هو راجل يعني. she is not a man، it is not an orange. we are not animals، you are not teachers، they are not workers، علشان هم يعني واضح ان هم اطفال في الصورة يعني، ف they're not workers. هل في طريقة ان احنا نقول بيها الكلام ده بس اسرع شوية؟ في وهنا بيجي دور حاجة اسمها contractions. contractions معناها زي ما نقول كده في العربي الادغام متهيألي، او ان احنا ندمج حاجة في بعضها. فمثلا بدل ما اقول I am not ممكن اقول am not، بدل ما اقول you are not ممكن اقول you aren't او you're not، بدل ما اقول he is not ممكن اقول he isn't او he's not، بدل ما اقول she is not بقول she isn't she's not، بدل it is not بقول it isn't أو it isn't أو it's not، بدل ما أقول we are not بقول we aren't أو we're not، بدل ما أقول you are not تاني بس المرة دي للجمع بقول you aren't أو you're not، وبدل ما أقول they are not بقول they aren't أو they're not. طيب الكونتراكشنز مش بس بتستخدم في النيجاتيف أو في النفي، كمان بتستخدم في الإثبات. فبدل ما أقول I am a teacher ممكن أقول I'm a teacher، بدل ما أقول he is a man بقول he's a man، بدل ما أقول you are a student بقول you're a student. بس كده. وطبعا زي كل مرة في ورك شيت، والباوربوينت دي هحطها في الديسكربشن تحت، وهتلاقي الانسر كي بتاع الورك شيت في اخر سلايد في الباوربوينت، فما تبصش عليه قبل ما تحل الورك شيت الاول. لو في اي اسئلة سيبوها لي تحت في الكومنتس وهجاوب عليها.